السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه النهارده؟ معانا الاعلان التكميلي اللي هو هيطرح 130 الف شقة في 18 محافظة. هقول لكم التفاصيل كاملة ان شاء الله. هو بدأ النهاردة الاثنين 4 ديسمبر وهيستمر لحد 4/1. أعلنت السيدة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري موعد فتح باب التقديم للإعلان التكميلي في 18 محافظة هتشمل 130 ألف وحدة سكنية. طب الميعاد امتى؟ زي ما أنا قلت هيبدأ من النهاردة إن شاء الله لحد 4/1. أكد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي خلال حوارها ببرنامج كلمة أخيرة مع الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية إنه سيتم فتح باب التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بالإعلان التكميلي يوم الأحد اللي هو امبارح، ولمدة شهر حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير عام 2024. طيب، إتاحة كراسة الشروط لشقق الإسكان بالإعلان التكميلي متضمنة خطوات التحويل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان. وطبعا هتلاقوا فيديوهات كتيرة أوي على القناة بتقول لكم إن انتوا تشتروا الكراسات من البريد ازاي، وازاي تدخلوا، وازاي تقدموا، وازاي. وهعمل لكم في الملخصات الفيديوهات القديمة بتاعتي اللي أنا شارح فيها كده. طيب، المستهدفين من شقق الإسكان بالإعلان التكميلي. نوهت بأن المستهدفين من شقق الإسكان بالإعلان التكميلي الذين قدموا في الإعلان السابق وحصلوا على رسائل تفيد بأنهم خارج الأولوية، نظرا لأن أعداد المتقدمين فاقت أعداد الوحدات بالكثير. يعني يا جماعة، اللي قدم في الإعلانات اللي فاتت وجاله رسالة إن هو خارج الأولوية، هو ليه الأولوية في الإعلان التكميلي دوت. طيب، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي هيتم إرسال رسائل مجددة لكل من دفع مقدم الحجز وما سحبهوش، إنه في حالة الرغبة في التحويل وقدم إقرار على الموقع ورسوم جدية تحويل 6000 جنيه. يعني الرغبة في التحويل بيقدم إقرار على الموقع، بتدخل على الموقع بتاعك وبتدفع رسوم جدية تحويل 6000 جنيه في البريد، وبتقدم الورقة ديت على صفحتك. طيب، حرصا من الجريدة العقارية على توفير التغطية لقراءها لكم تفاصيل الشغل. طيب، خصائص الطرح الجديد ايه يا جماعة؟ اللي هو سكن المصريين 3. إعلان تكميلي طرح سكن لكل المصريين 3. الوحدات 90 متر، 3 غرف وصالة. يتضمن الطرح وحدات جاهزة للتسليم بنفس سعر وشروط الإعلان الأصلي اللي انت كنت مقدم فيه. يتضمن وحدات أخرى جاهزة للتسليم خلال 36 شهر بفايدة 7.5 ثابتة. تم مضاعفة مبلغ الدعم المقدم للمواطنين من 60 ألف إلى 120 ألف جنيه للوحدات تسليم 36 شهر. ده في حالة إن أنت قدمت على الوحدات اللي هي في 36 شهر استلام. طيب، أنظمة سداد شقق سكن لكل المصريين ايه؟ فترة سداد حتى 20 عام. الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري ينطبق عليه شروط الإعلان الأصلي، أنت مقدم وتنطبق عليك الشروط استكمال الدفعة المقدمة بحد أدنى 10% من إجمالي قيمة الوحدة السكنية عشان تستلم. طيب، إضافة ال5% سعر بيع الوحدة السكنية، ده مبلغ الصيانة اللي هو بيتاخد في كل الإعلانات اللي فاتت. أما فيما يخص الوحدات تسليم 36 شهر، سيتم استكمال مقدم جدية الحجز المطلوب سداده بقيمة 6000 جنيه. يعني هتحطوا 6000 جنيه عن اللي انتوا دفعتوه. انت مقدم في الإعلان اللي فات وكنت خارج الأولوية ودافع، هتدخل الإعلان دوت بس هتدفع فرق 6000 جنيه. يتم سداد المبلغ في أحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة الإعلان اللي هي بدأت. ويتم سداد دفعات ربع سنوية تبدأ بعد 3 أشهر من غرق الإعلان اللي هو هيتغلق في 4/1، وبعد كده لمدة 3 سنين. تبلغ قيمة الدفعة 6000 جنيه اللي هي الفرق. طيب، المحافظات والشقق ايه؟ ممكن التحويل بقى من ايه بقى؟ تحول من الفيوم والفيوم الجديدة، هتحول للفيوم وهوارة والمقطع ودمشقين. طيب، تحويل من الفيوم طمية إلى الفيوم هوارة والمقطع ودمشقين وشدومة. البحيرة، دمنهور ومطروح والعلمين، التحويل هيبقى للبحيرة ووادي النطرون. المنيا والمنيا الجديدة، التحويل هيبقى المنيا ومركز المنيا المطهرة. طيب، الإسماعيلية اللي هو الإسماعيلية وموقع أبو خليفة، التحويل هيبقى إلى الإسماعيلية والتل الكبير والقنطرة شرق. قنا وأبو طشت والقارة، التحويل هيبقى القنا وقوس والوقف. طيب،
التسليم بقى خلينا في الوحدات اللي هو التسليم خلال 36 شهر، ودي هتبقى الوحدات الأكثر. يمكن التحويل من الإسكندرية برج العرب الجديد إلى الإسكندرية برج العرب الجديد في الجيزة واكتوبر الجديدة. التحويل هيبقى الجيزة، وبرضه في اكتوبر الجديدة في الطرح الجديد اللي هو الاستلام بعد 36 شهر. اللي ما كانوش جالهم رسايل خارج الأولوية يقدموا هيدفعوا 6000 جنيه فرق، ونفس الأماكن هيحولوا فيها الجيزة واكتوبر الجديدة نفس الأماكن. طيب الفيوم والفيوم الجديدة هيبقى برضو الفيوم والفيوم الجديدة في نفس الأماكن، مش هيتحولوا لبعيد في الطرح الجديد اللي هو التكميلي للإعلان اللي فات. طب المنيا والمنيا الجديدة برضو هيروحوا هيقدموا في المنيا والمنيا الجديدة في الإعلان التكميلي. طيب عندنا بني سويف وبني سويف إمام الشنوى وقرية سدس، التحويل هيبقى برضو البني سويف وبني سويف الجديد. القليوبية والخانكة التحويل هيبقى القليوبية والعبور الجديد. سوهاج والكوثر وجهينة وسقطلة التحويل هيبقى لسوهاج وسوهاج الجديد. طيب أسيوط ومركز أسيوط والغنايم التحويل هيبقى أسيوط ولأسيوط الجديد. في الشرق وصن الحجر والتحويل إلى هيبقى الشرقية والعاشر من رمضان. الشرقية وصن الحجر التحويل هيبقى الشرقية والعاشر من رمضان. البحيرة ودمنهور ومطروح والعلمين التحويل هيبقى الإسكندرية وبرج العرب الجديد. طيب الشروط ايه بقى عشان انت تقدم وتبقى عارف؟ طيب اهم حاجه ما تكونش استرديت مقدم جديه الحجز في الاعلان الاصلي لما بعتولك رساله ان انت خارج الاولويه، يعني فلوسك لسه هناك. انطباق الشروط على اعلان سكن لكل المصريين 3 الشروط العاديه، وممكن اقولها لكم تاني في نهايه الاعلان: السن والوظيفه والحاجات ديت. وبنزل انا فيديوهات كتيره قوي بتقول على الشروط، ممكن تدخل على القناه. طيب غير مخصص ولم يسبق له تخصيص وحدة سكنية في نفس المشروع الأصلي المقدم عليه. جميل، يعني انت ما مش من ضمن اللي هم خدوا وحدات او طبق عليهم الشروط. طيب في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات ده الإعلان التكميلي المتاحة، هتكون الأولويات بقى لمين؟ يعني اللي قدموا مليون مثلا والشقق 130,000. طيب هيعملوا ايه بقى؟ هنقول في حالة زيادة عدد المتزوجين عن عدد الوحدات المتاحة تكون الأولوية للمتزوجون ويعول، شاملا الأرامل والأرملة ويعول والمطلق والمطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سن في كل اللي فات دول. في حالة تساوي السن تكون الأولوية لأسرة الأكثر عددا، وثانيا للمتزوج والأولوية للأصغر سنا، وثالثا للأعزب والأولوية للأصغر سنا، مع إمكانية إتاحة إعلان آخر في حالة زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة بهذا الإعلان التكميلي، وذلك في حالة توافر وحدات سكنية أخرى. طب في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب التحويل في الإعلان التكميلي ومش عايز ذلك، يعتبر عدولا من العميل على الاستمرار في حجز بالإعلان الأصلي، ويعتبر الحجز لاغيا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي مع سريان جميع أحكام القانون الإسكاني الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018. جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة الشروط بالإعلان وملحق كراسة الشروط، وباعتبارا جزء لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع. اللي عايز يسحب يروح يسحب، اللي عايز يكمل في الإعلان التكميلي يروح يدفع 6000 ويسحب الكراسة ويدخل على صفحته ويقدم. طيب والإعلان ال18 هنزل لكم فيديو تاني. تحياتي ليكم، واللي ما بيتابعش القناة وما اشتركش لسه أتمنى إن هو يشترك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.